الفيديو المنتظر واللي هيعلمك ازاي تعمل بيزنس بلان ببلاش بشكل عملي. اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا لاي حد عايز يبدا مشروعه الخاص وما عندوش فلوس كتير يدفعها في البدايه. النهارده هنشرح بالتفصيل ازاي تقدر تعمل بيزنس بلان بنفسك وببلاش تماما. ايوه سمعتوا صح، ببلاش وبشكل عملي جدا. يعني مش هتحتاج لاي متخصص او شركات تاخد منك فلوس علشان تعمل لك الخطه. هنتعلم ازاي نرتب افكارنا، نحدد اهدافنا، ونخطط لكل خطوه في المشروع بشكل واضح ومنظم. يلا بينا نبدا ونشوف ازاي تقدر تحول فكرتك لمشروع ناجح باقل التكاليف. واوعدكم بعد الفيديو ده مش هتحتاجوا تدوروا على فيديو تاني علشان تعرفوا تعملوا بيزنس بلان. عندك فكره وعاوز تقنع المستثمر اللي بيدور على مشروع يدخل فيه ان مشروعك او فكرتك هي الانسب ليه واللي هتحقق له الربح اللي هو بيسعى ليه؟ او البيزنس بتاعك بيجني ارباح كويسه وما انتش شايف بكره، بمعنى ما انتش عارف تكبره ازاي او في اي اتجاه، او فجاه صابك الخوف من فقدان اللي وصلت له لانك ما عدتش عارف ايه هي الخطوه الجايه، او عندك بيزنس قائم بالفعل ومحتاج ممول او شريك علشان تكبر، خاصه لو البيزنس بتاعك ستيبل او مستقر، او معاك مبلغ وعاوز تستثمره في مشروع لكن مش لاقي حد يقنعك، او لو اقنعك بتحس ان كله كلامه معسول وممكن يكون بيظهر لك المنافع ومخبي عليك المخاطر. هنا بقى خطة العمل بتبين المكاسب والخسائر والمخاطر المتوقعة وبأرقام كمان، فبتشوف الصورة من فوق، وده بيسهل عليك انك تحسبها وتاخد قرارك وما تبقاش تايه. مثلا لما حد يعرض عليك مشروع تعبئة خل اللي بيستخدم في المطاعم، وتعرف ان طن الخل الخام لما بيتخفف بالمية بيعمل 21 طن خل جاهز للاستخدام، يعني هتجني 20 ضعف اللي دفعته في المادة الخام. طبعا حاجة مغرية جدا، لكن لما خطة العمل اللي بتضم معلومات عن المنتج تبين لك ان نسبة البكتيريا لازم ما تتخطاش نسبة معينة، ده بيدق جرس في دماغك، فتسأل طيب لو اتخطط ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ممكن الإجابة هي اللي تحدد قرارك. هل الضرر اللي هيقع على المشروع والمشاكل والقضايا والتعويضات بسبب خطأ ممكن يحصل يستاهل المخاطرة بمبلغ الاستثمار؟ وضحت كده؟ وعلشان نسهل الدنيا عليكم هسيب لكم في وصف الفيديو نموذج جاهز لعمل بيزنس بلان، يعني بمجرد ما تخلصوا الفيديو تقدروا تنزلوا النموذج ده وتبدأوا تعبوه بمعلومات مشروعكم على طول، هيوفر عليكم وقت ومجهود. بس قبل ما تكمل الفيديو اعمل لايك للفيديو، ده بجد بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. نرجع بقى للفيديو النهاردة. البيزنس بلان بيتكون من 5 خطوات. أول خطوة الإكسكيوتيف سامري، وده بيبقى عبارة عن ملخص ونظرة سريعة بتوضح من خلالها البيزنس بتاعك والمنتجات أو الخدمة اللي بتقدمها، بتحدد البوزيشننج والأهداف، وبيكون في ملخص بسيط عن خطتك المالية والإنجازات والأهداف الموجودة واللي ناوي تعملها. كل ده بشكل مختصر تماما علشان تشد القارئ إنه يعرف تفاصيل أكتر عن الخطة بتاعتك، لأن في الخطوات اللي جاية هتبدأ تشرح النقط ديت بالتفصيل. تاني خطوة البيزنس اوفر فيو، اللي هي نظرة عامة عن البيزنس، ومن خلاله هتبدأ تشرح بالتفصيل هدف البيزنس بتاعك وارتباطه بالسوق والعلامة التجارية، ومن خلاله هتبدأ توضح طبيعة شركتك والمنتج اللي بتقدمه ومين العملاء بتوعك وإيه السوق بتاعك. تالت خطوة واللي هي السيلز اند ماركتنج استراتيجي، وده من خلاله لازم يكون عندك معرفة بالسوق بتاعك والمنافسين في نفس مجالك، والخطة التسويقية والمبيعات هتوضح النقاط دي. أول حاجة تعريف للتارجت ماركت بتاعك اللي هي حصة السوق، في الخطوة ديت بتشرح السوق بتاعك وحجمه وحصتك السوقية المتوقعة. تاني خطوة وهي تقييم للماركت بتاعك، ومن خلاله هتوضح ازاي تقدر تجذب العملاء الخاصين بيك وايه اللي بيميزك عن غيرك، وممكن تستخدم أداة زي السكس فورسز مود. تالت حاجة للسوات اناليسيز، ومن خلال النقطة ديت بتحلل الخطة التسويقية من خلال 4 نقط لتحليل المشروع بتاعك: نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر، وهنتكلم عن النقط ديت بالتفصيل في فيديو منفصل إن شاء الله. وبعدين بتتكلم عن البرودكت اور سيرفيس فيتشرز، اللي هي خصائص الخدمة أو المنتج اللي بتقدمها، بتشرح فيها الخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه ومميزاته والعروض اللي هتقدمها وخدمة ما بعد البيع. خامس حاجة التارجت كونسيومرز، هتوضح فيها العملاء أو الزباين اللي بتستهدفهم. سادس حاجة الكي كومبيتيتورز، وهنا هتبدأ تتكلم عن المنافسين ليك أو للمنتج بتاعك سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين. الماركتنج بلان اند بادجت، في النقطة ديت هتبدأ توضح الهيكل العام للتكتيكات التسويقية والإعلانية اللي هتستخدمها للترويج لخدمتك، وهتوضح الميزانية اللي هتحطها. وآخر حاجة البرايسنج، هتشرح ازاي تتلائم استراتيجية التسعير الخاصة بيك مع المنافسة وازاي هترتبط بوضعك. الخطوة الرابعة الاوبريشنز اند مانجمنت، اللي هو التشغيل والإدارة، ومن خلاله هتوضح الهيكلة العامة للبيزنس وطريقة العمل بتاعتك من خلال نقطتين: الاوبريشنال بلان أو الخطة التشغيلية، ومن خلاله هتوضح كيفية تنظيم الأعمال داخل الشركة يوم بيوم من جميع النواحي، زي تقديم المنتج والجودة والموردين والبيئة القانونية، وازاي هتقدر تقدم خدمتك للعميل بتاعك.
تاني حاجة الأورجانيزيشنال ستراكشر، الهيكلة التنظيمية، وهنا هتحط الهيكل العام للشركة من حيث الناس اللي هتوظفهم معاك ومسؤولية كل فرد فيهم ورواتبهم. الخطوة الخامسة والأخيرة الفاينانشال بلان، الخطة المالية. النقطة ديت مهمة جدا خاصة لو انت مستهدف المستثمرين والمقرضين، ومن خلاله بتوضح خطتك المالية والميزانية، ولازم فيه تركز على شرح الافتراضات المبنية على التوقعات اللي انت حاططها وناوي تنفذها. فبتبدأ توضح أول حاجة توقعات الأرباح والخسائر لمدة 12 شهر، بتوضح فيها توقعات المبيعات الشهرية وتكاليف التشغيل والضرائب والأرباح للسنة الجاية، وفي بعض الأحيان ل3 سنوات. وبعدين توقع لقائمة الكاش فلو، والقائمة أو البيان ده بيتابع كمية الفلوس النقدية اللي بتخرج أو بتدخل للشغل في أي وقت. وبعدين بتوضح البريك ايفن اناليسيز اللي هي تحليل نقطة التعادل، وهنا بتوضح مستوى المبيعات المتوقعة واللي بيسمح لشركة بتغطية تكاليفها. وآخر حاجة الكابيتال ريكوايرمنتس اللي هي متطلبات رأس المال. النقطة ديت مهمة جدا وأساسية لأنها بتوضح للمستثمرين هنصرف فلوسهم على إيه، فلازم تكون بتحتوي على ملخص لجميع مصاريف المشتريات الكبيرة وتكاليف التشغيل اليومية. وخلي بالك غالبا الخطة المالية بيكون ليها مرافق، وهنا مهم جدا انك تضمن جداول البيانات التفصيلية والحسابات المستخدمة لإعداد البيانات المالية. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي تعملوا بيزنس بلان بنفسكم وببلاش. ما تنسوش تحملوا نموذج من وصف فيديو وتبداوا تطبقوا الخطوات اللي اتكلمنا عنها. ولو عندكم اي سؤال او حاجه مش واضحه اكتبوها لنا في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا لمتابعتكم. السلام عليكم.